ايوه يعني ما حد يقول لنا هو امتحان الفيزياء كان سهل ولا صعب؟ فانا زيش النهارده اليوم رقم 285 من حياه مصور في ثانويه عامه. ما تستغربش صوتي عشان حرفيا بسجل لك وانا هموت وانام، وان انا هموت وانام قوي دلوقتي ده حصل بسبب ان كل المدرسين طلعت تقول لك ما تروحش امتحان الفيزياء غير وانت نايم 8 ساعات. اوعى تخش اللجنه لو انت نايم اقل من 6 ساعات. احب اقول لكم ان انا سمعت الكلام وتحمست جدا، وكواحد بينام الساعه 3 4 الفجر خدت بعضي الساعه 10 بالليل ودخلت على السرير نمت، صحيت الساعه 2 من ساعتها مش عارف انام لحد دلوقتي. اقسم بالله نمت على السرير بكل الاوضاع اللي ممكن تتخيلها وممكن ما تتخيلهاش. فقررت اول ما الفجر اذن قمت صليت وقاعد براجع. بس المستر كمان اكد على حاجه وانا مش عارف ليه بمشي ورا كلامهم الفتره دي. هو اكد ان حاول تفطر فطار خفيف قبل ما ينزل، فعملت لي بس فطار خفيف يا دوبك يصبرني لحد ما اروح الامتحان وارجع اعرف افطر بجد. هتسالني يا زي مش خايف؟ هقول لك لا مش خايف خالص. مش خايف خالص. استرها معايا يا رب، استرها معايا، انا غلبان والله غلبان والله. خدت بعضي واتحركت على المدرسة عشان اطلع على مش عارف ايه، بس انا كنت هموت وانام. حتى وانا بسجل لك والله دلوقتي هموت وانام. كنت طول الطريق عمال بتاوب، والمشكلة الاكبر انك لحد دلوقتي ما نزلتش عملت فولو. يعني أنا مش يعني ايه اكتر من اللي انا مسجل لك وانا بنام يعني عشان تنزل تعمل فولو. اتفضل حالا. وصلت المنظرة بالظبط عند بيت عبد الرحمن، وخدت بعضي وكلمته ينزل لي عشان اعرف اطلع اسيب عنده الموبايل، وقعدنا فوق انا وهو نراجع شوية. واظن باين من تعابير وشنا ان احنا كان فعلا نفسنا مفتوحة جدا وواثقين جدا في نفسنا. الحاجة الوحيدة اللي بتصبرني لما باجي هنا عند عبد الرحمن هي البتاعة دي، بحسها شبه كده. انا لابسة نفس النضارة وقاعدة، هي مش فاهمة هي هنا ليه ولا بتعمل ايه، بس هي قاعدة عاملة كده. نازلين وبس، ما عنديش ولا قادر اقول حاجه تانية غير اللي انا هعمل ترانزيشن واخد بعضي واروح احل فيزياء. بس بص للجانب الايجابي، دي اخر مره هحل فيها فيزياء في حياتي. انا مش مصدق نفسي والله، انا عرفت احل فيزياء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لا ثواني كده، بعيدا عن الفيديو خالص، نوقف الفيديو دلوقتي. انا دخلت نمت وصحيت عشان اكمل تسجيل، ما قدرتش. طيب والله العظيم نمت على نفسي. طيب اعمل ايه؟ نمت على نفسي. صحيت لقيت كل الدنيا مقلوبه بتقول فين الفلوج. نمت على لا هيحصل ايه؟ انا نزلت لكم يوم متاخر، ده يوم يعني. بس والله مفيش احلى من النومه دي. هي دي ملوكي، ومعاها واحده كمان ملوكي، اللي هي لما انت تبقى في المصيف وتنزل البحر بقى وتروح تاخد شاور كده وتنام بقى. يلا بينا بقى نكمل فلوج بقى بحماس، ما انا لسه صاحي من النوم.